مساء الخير، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل كيك كده اقتصادي كده وحلو. هينفع بقى طبعا في الفطار في العشاء زي ما يعجبك. احنا هنعمل هنا. انا بفصل الصفار عن البياض، هنا دول كده 10 بيضات. باخد البياض بضربه كده في كوباية سكر بودرة، وادي صينية اهي مبطناه، ودي السمنة دي سمنة جاموسي كده يعني بلدي. وادي هنا 4 كوبايات دقيق. 4 دقيق وكوباية نشا. انا بنخلهم كده مرتين تلاتة وبحط عليهم 2 ظرف شيف كيك. هنا حطيت السمنة، وحطيت كوباية سكر تانية بودرة، طبعا لازم السكر يكون بودرة. وهنا ضربته كده لحد ما يبقى هش كده وخفيف، زي كده كأنك بتعملي هريبة بالظبط. وادي دي كده يعني ربع كوباية صغيرة كده زيت نباتي بيخليها حلو وهشة بصراحة يعني. هنضربها. انا ما بحطش الزيت مع السمنة عشان ما يغمقلكيش الكيك في الاخر. انا بحطه في الاخر بعد ما بضرب السكر مع السمنة. هنا بقى صفار البيض انا بحط كده يعني ايه، صفار بيضة بيضة، ما بتحطوش مرة واحدة عشان ما يخرصش معاكي. بيضة كده كده بتحطيها، وبعدين بتحطي شوية فانيليا وبتضربيها. هنا انا حطيت معلقتين خل، وبعدين كوباية لبن. بس انا هنا بصراحة حطيت كوباية وربع لبن علشان الكمية كانت كبيرة، دي مقدارين في صينية كبيرة، لان عندي الصينية الكبيرة بتاخد مقدار كبير يعني، مقدارين في بعض. هنا طبعا الدقيق بعد ما نخلته حطيت 2 شيف كيك وذرة ملح كده. هتحطيه واحدة واحدة كده ايه، وتضربي بقى ايه على الهادي. بعد كده خلاص بتجيبي بقى بياض البيض ده بيتحط في الاخر خالص، بتحطيه برضو كده ايه يعني على 3 مرات، معلقتين معلقتين، وتضربي كده من تحت لفوق علشان يعني ما يهبطش المارينج اللي انت عملتيه. بصوا في الاخر هو بقى شكله كده. بصوا جميل ازاي، بتبقى شبه حتة الجاتوتاية كده يعني، بتبقى حلوة. هنا انا صبيتها في صينيه، طبعا انا مشغله الفرن طبعا حوالي 10 دقايق. بتحطيه على رف، على اول درجه يعني، وبتشغلي الفرن على درجه 180. واللي ما عندهوش يعني البوتاجاز الرقمي ده على وسط. هنا انا طلعتها من الفرن لما بردت، ما كانتش بردت قوي بصراحه، بس لازم برضو تبقى بارده. وهنا بقطعها كده زي شرايح التوست كده علشان تبقى خفيفه وشبه حته الجاتوتيه كده. شايفينها هشة وخفيفة وبيضة ازاي؟ هي الأرضية بتاعتها يمكن غمقت مني شوية، لكن ده مش حرق ولا حاجة. ده أنا حطيت لها حتة زبدة بقري، وطبعا الزبدة بيبقى فيها لبن فبيتحرق كده شوية، لكن هي كانت طعمها خفيف وجميل. وهنا بصوا أنا بقطعها كده زي شرايح التوست كده، محبهاش اللي هي المربعة الكبيرة دي، بتبقى بصراحة مش حلوة. دي كده هو بتبقى شريحة كده رفيعة وجميلة، تقدري تاكلي تشربي جنبها شاي بلبن الصبح الظهر يعني حسب ما ولادك بقى بيحبوا. هنا يعني زي ما حضراتكم شايفين كده هي بيضة، طبعا الخل ده بيخليها هشة وخفيفة وبيفتح لونها، وبتبقى جميلة جدا. لو عجبكم الفيديو يا ريت ما تنسونيش في لايك وشير، وما تنسونيش بدعوة حلوة. مستنية كومنتاتكم واي ملاحظات اكتبولي عليها، واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. مع السلامة.